السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على عشبة او نبتة فيها فوائد كتير جدا 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 لكل حاجة تقريبا في الجسم. هي مشروب للتخسيس ولمشاكل القولون والغازات البطن. كمان تعالج الجيوب الأنفية وتقوية المناعة، تعالج الإمساك ومشاكل المعدة وجرثومة المعدة وطفيليات القولون. وكمان لها حاجات كتير جدا جدا جدا، وأهم حاجة اللي هو موضوعنا النهاردة في التخسيس. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متنسيش تحطي لي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على صمغ العربي. ده شكله بالشكل ده، وانا طحناه وبالشكل ده طحناه على اساس يبقى اسرع في انه يدوب في الميه اكتر. بس هو حتى لو حطيتيه من غير ما انه يكون مطحون في الوصفه بتاعتنا دي عادي جدا. هنحط معلقه وهنحط عليها كوبايه ميه مغليه، هتقلبيها كويس وتغطيها لغايه لما الصمغ العربي او الماده تدوب، وهي هتدوب بسرعه عشان خاطر احنا طحناها. يعني نص ساعه وهتلاقيها دابت. تقلبيها تقليبه تانية وتشربي الميه على طول من غير اي حاجه. ملهاش طعم، ملهاش ريحه، مش هتضايقك، ولكن فوائدها عظيمه جدا. طبعا هنقلبها وبعد كده نغطيها وهنكمل لك باقي الفوائد بتاعتها. هي للتخسيس جميله جدا لان فيها الياف تدوب في الميه، تسد الشهيه بدون اثار جانبيه، يعني ملهاش اي اثار جانبيه ليكي. هي تغذي البكتيريا النافعه وبتحسن عمليه الهضم وتحسن عمليه القولون. الناس اللي عندها قولون تعبان، الغازات بتاعه القولون والامساك وانتفاخ، والناس اللي عندها التهاب في جدار القولون او في جدار المعده بتخففها جدا جدا جدا. هي مفيده للناس اللي عندها جرثومه المعده لانها مضاد حيوي قوي جدا جدا. كمان بتساعد على قضاء رائحه الفم الكريهه لانها بتقتل البكتيريا الموجوده في الفم، وهي كمان مضاده للاكسده ومضاد للالتهابات، مقوي للمناعه وحلو جدا للجيوب الانفيه. كمان مضاد للسرطانات ويقلل ارتفاع سكر الدم ويقضي على الكوليسترول الضار، يظبط الضغط، يقلل دهون الجسم. وزي ما قلنا ناخده معلقه صغيره على كوبايه ميه مغليه، تسيبيها وتتاخد قبل الاكل بنص ساعه او ساعه. هتساعدك جدا في تقليل دهون الجسم وتسد الشهيه. ده كان موضوعنا النهارده، يا رب يكون عجبك ونور رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده كان صمغ العربي، ان شاء الله بكره ناخده حاجه تانية وتكون مفيده لنا ولجسمنا. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.